اهلا من جديد. آه، انا بادئ بقالي فتره في كتاب اسمه كاد قلبي ان يطير. بصراحه الكتاب ده كويس جدا، يعني انك كتاب لايت كده تحاول تفهم فيه نفسك، تحاول آه، تفهم فيه اعضائك وعلاقتها بالدين والقران، وان الاذن ليها طريقه والقلب ليه طريقه. كتاب جميل، انصح بقراءته يعني، للدكتور عمرو احمد. بس انا لسه ما كملتوش، يعني انا وصلت باقي في حاجات بسيطة، بس في كتاب حلو قوي. عجبني يعني، لفت انتباهي. وشفت اعلانات ليه كتير، فقلت ليه لا. كتاب ما لا يسع المسلم جهله، بيتكلم عن 3 أركان أو في مكون من 3 فصول. يعني الفصل الأول أركان الإيمان، الفصل الثاني أركان الإسلام، الفصل الثالث بناء الأسرة في الإسلام. تمام. والحقيقة إن أنا معرفش مين اللي كتبوه، بس لسه هدور عنهم، يعني هعرف عنهم. حاليا أنا لما كنت في معرض الكتاب جبت دي كمان. وأنا في القراءة حياة اتحط جوه كده، بحب الحاجات دي جدا. ف هقرأ فيه شوية، وهدون المعلومات اللي طلعتها منه بحيث نتكلم عنها وأقول لكم رأيي فيه. حنيني دائم والقلب شاك عليم سال دمعي بإذن الله عز وجل نبتدي سويا. المفروض الجزء الثاني من دورة بصائر قرآنية. احنا قلنا بصائر قرآنية الغرض الأساسي منها إن احنا نكسر الحاجز اللي أقيم على مدار سنين بين الناس وبين كتاب الله عز وجل. في حواجز، سواء العجمة إن ما عدناش فاهمين الكلام، سواء المشاعر، سواء المعاني، سواء الواقع بتاع الصحابة، كل ده حصل فيه فجوة بيننا وبين نصوص القرآن. فاحنا غرضنا في دورة بصائر قرآنية ان احنا نكسر هذه الحواجز ونعود مرة اخرى. قلنا الدورة هتبقى ان شاء الله عز وجل جزئين. الجزء الاول كان فكرته اتحطنا له عنوان اسمه القرآن حياتي. القرآن حياتي 6 دروس بنحاول فيها الغرض بتاعها كلها ان احنا نحول المعلومة بتاعة اهمية القرآن نحولها. السلام عليكم، انا جيت بالليل من جديد، ظبط الكاميرا. الحقيقة بقى ان موضوع النهاردة من ألذ واجمل المواضيع اللي احنا هنتكلم فيه. انا عايزك بقى تركز معايا وتركز على المصادر اللي انا هديها لك في الديسكريبشن، عشان دي من امتع واجمل الحلقات اللي انت ممكن يعني تسمعها في حياتك وتشوفها في حياتك. انا واثق في اللي انا بقوله لك، فثق فيا. انا كنت اتكلمت من فترة عن حاجة عملتها للطلبات، من اجمل الحاجات اللي انا عملتها. ليه بقى؟ لان انا لما عملت الموضوع ده كان في كنا في سينك سامت، وسينك سامت ده كان زي مؤتمر كده للكرييتيفز، وناس كل الناس اللي ليها علاقه بالكرياتيفيتي بيتكلموا. تلاقي بقى ناس في الماركتنج وماركتنج مانجر مش عارف ايه. فكان موجود حد الطلبات بيتكلم عن حاجه مهمه، يعني هتلاقي الفيديو على الانستجرام. فانا ما بصيتش للموضوع كماركتير، بصيت عليه كبرودكت مانجر اللي بيبص على الفيتشر عشان هوب تعالى هات الكلاينت دخله مش عارف ايه. فقلت له ايه، من وجهه نظري كبرودكت مانجر مش كماركتير، انا شايف ان انت تبعت نوتيفيكيشن وكذا والناس تسقيف، والحمد لله الله انا مبسوط قوي. وصح والسي او بتاع ساندر ابلكيشن البورصه خد رقمي مش عارف ايه، طب ما هنتواصل، طب هنعمل الحاجات دي. كانت جميله يعني. فمن وقتها وانا دايما ببص لكل الاشياء كانها بتتعاد، يعني اي حاجه بسمعها انا بطبقها عليا وعلى شغلي. زي ما بدات مجالي في كارير الداتا، فكان اي حاجه ليها علاقه بالاناليسيز. الصبح انا بلبس الطقم ده ليه؟ فانا اربطه بشغلي. انا هركب المواصلات هتاخد مني 12 دقيقه، فانا لو ركبت العربيه هتاخد مني 15، فانا لو مشيت هتاخد مني 10. فبناء على تحليلاتي انا همشي واروح الشغل في 10 دقائق مشي، وهو برضه صحه ومش عارف ايه والكلام من ده. فبدات بقى اسمع اي بودكاست اربطه بشغلي اطبقه، ومن هنا تبدا الحكايات، وتبدا النجاحات، وتبدا كل الحاجات الجميله دي بالتطبيق، بانك تميكس كل حاجه اكنها ايه
واحد يعني. ومن اجمل بقى الحاجات اللي انت ممكن تركز عليها هو ان التجاره مع الله مصطلح يكاد يكون مألوف، بس انا مدرك وموقن وقولوا بقى عني اهبل عبيط مجنون مش عارف ايه اي حاجه، انا موقن ان مفيش حاجه بتحصل دلوقتي ما اتوجدتش في القران بشكل ما، هي موجوده، وان مفيش تاجر شاطر ما استعنش بالقران، سواء بقى مسلم ملحد مش عارف ايه الكلام ده، كل اللي انت بتعمله ده كان موجود قبل كده. فايه رايك في البيزنس مع الله، في التجاره مع الله؟ فانا كنت بسمع بودكاست من كام يوم للشيخ احمد عبد المنعم، وبصراحه كده ده وليفي في رمضان، حد كده شبهك بيكلمك. والحقيقه بقى ان هو قال في تفسير سوره النبأ، وبدأ ليه بسوره النبأ بقى. خلينا نمسك بقى كده البودكاست واحده واحده كده، ونربط البيزنس مع الكلام الجميل اللي احنا بنقوله ده. انا لسه مش لاقي عنوان الحلقه، بس ان شاء الله يعني هلاقي عنوان. خلينا بقى نمسك حته حته كده كده. هو كان بيفسر الجزء الاول من سوره النبأ. بدأ قال لك بقى بدأت سوره النبأ دي باستنكار عما يتساءلون. هو زي كده وطبعا ولله المثل الاعلى ان واحد صاحبك يدخل على الناس ويقول لهم يا جماعه انا بنيت مدرسه وجبت مدرسين وجبت طلبه، والطلبه دي عملت الكورسز بتاعتها او عملت التاسكات ولسه لحد دلوقتي بتسالني بعتين على جروب المدرسه هو في امتحانات ولا لا. فتدخل انت كمدرس او صاحب مدرسه تقول هو انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا مجانين؟ يعني انا عملت ده كله في الاخر مش هيبقى في امتحانات؟ ولله المثل الاعلى. فهو بدأ الايه بعما يتساءلون. والجميل بقى ان شوف بقى، تعالى بقى ماخدك كده معايا واحده واحده. ان عما يتساءلون استنكار، لان الناس بالرغم كل الحاجات اللي بتحصل دي لسه بيتريقوا، لسه بيقول لك ايه ده، هو في ثواب عقاب، ايه ده، هو في جنه ونار، ايه ده مش عارف ايه. فربنا يعني بيسأل بغضب كده عما يتساءلون. انتوا لسه بتسألوا، انتوا لسه بتتريقوا. طب ما انتوا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال شوف طبعا إلى آخر الآيات. بس ده بيشبهني بقى، بياخدني كده للناس اللي لسه عايشة وبتشوف التكنولوجيا دي كلها وبتقول لك هو الاي اي هيستبدلني، هو مش عارف ايه. طبعا ولله المثل الأعلى. ولسه بيسأل، فأنت بتيجي تسأله هو أنت لسه بتسأل؟ ما تبدأ في أي حاجة، ازرع شجرة. يعني هو النبي قال لك لو القامة قامت وفي ايدك زرع ازرعها. طب انت شايف بقى ان الدنيا حواليك سريعة وتخبيط ومش عارف ايه والكلام من ده، ما تبدأ. ابدأ في اي حاجة. روح سيرش كده وشوف التوب 10 جوبس خلال الفترة الجاية، اتغيروا، ما هتنقل اللي بعده. يبقى عندك القابلية انك تغير، يبقى عندك القابلية انك تطور من نفسك لو بدأت في اي حاجة. نيجي بقى كمان لربط مهم جدا في الصورة دي بقى. كان بيقول ايه برضو؟ شوف سبحان الله بياخدك ايه. بص، السوشيال ميديا بقت بتلعب دلوقتي بقى ايه، ان هو ياخدك من الحاجات الطويله يديك شورت عشان انت خلاص ما عدتش قادر تستحمل، فبتاخد حاجه سريعه بسرعه، تاخد المعلومه في ثانيه، تنقل المعلومه اللي بعدها. وتشوف القران مطبق ده. قال لك ان جزء عام ده تحديدا منزل للناس اللي ما بتسمعش، او الناس اللي هي انت لو عاوز تقنع حد بالايمان ما تروحش مثلا تقول له سوره البقره، انما انت بتجيله جزء عام. وشوف برضو الاطفال، انت لما بتيجي تعلم الاطفال بتبدا بجزء عام، واحنا صغيرين كنا بنبدا بجزء عام. فشوف الربط العجيب، وشوف ان فعلا كل حاجه ايه متكرره متاخده من القران. فكان بيقول لك ان هتلاقي جزء عام ده 3/4 هو ما بيديلكش فرصه اصلا تاخد نفسك. عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سوف يعلمون. والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. شوف كل ده بيكلمك بسرعة جدا علشان تفهم وتستوعب وتعرف ان انت لازم تفهم ولازم تلحق نفسك من الكلام اللي انت فيه، او من الفعل او عما يتساءلون. انت لسه بتسأل. فبصراحة بقى أنا برضو يعني ما خليتهاش تمر مرور الكرام. وبما إن أنا قلت لك أنا الحمد لله اللهم لك الحمد والعوذ بالله من كلمة أنا أشطر واحد يعمل سيستمز. يعني السيستمز بقى اللي تطبق على كل حاجة. وبالمناسبة كتابي تاكو موجود، بس لسه المطبعة مش راضية تسلمني. لسه ما ادونيش نسخ وما عملوش اي حاجه ولا حبيبي. المهم يعني مش هنصيح هنا. المهم ما تيجي النسخ قريب هيتوزع الكتاب بشكل انت تحس ان انا بكلمك كده بقول لك السيستم ده انا طبقته على المشكله الفلانيه، والسيستم ده انا طبقته على المشكله الفلانيه.
ويجي واحد يقول لي هو انت في سنه رابعه كليه وبتذاكر ليله الامتحان بس وتنجح ازاي؟ it comes with experience يا حبيبي، ما it comes with experience. فانت مين عشان تيجي قاعد يقول لي انت مين عشان تكتب كتاب؟ انت مين عشان ما انا واحد عبد فقير لله واخد شويه experience فجاي اقولهم لك، عاوز تسمع بيهم مش اسمع، مش عاوز تسمع بيهم انت حر. فبصراحه بقى كده بما اني شطور في اعمال السيستم، انا ما سبتش الحلقه بتاعه التفسير دي وعملت لها مايند ماب جميل، وهاخد لك المايند ماب دي تطبقها بقى على بيزنس، على حياتك، واديك برومبت كده للاي اي تقول له دي مايند ماب بتتكلم عن كذا، وبما ان كذا بيربط بكذا، هعمل لك كل الكلام ده ونقعد نتناقش فيه. بس هرجع لمرجعي الاخير، وان انت ما تسالش. كل حاجه بقت سريعه من سنين وانت مش واخد بالك. فلو قعدت تسال كتير وتستنكر صدقني مش توصل لحاجه، مش هتوصل لحاجه. ابدا بالله عليك، ابدا في اي حاجه قدام. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. السلام عليكم.